السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش ديروا اعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة باش تشجعونا باش نستمروا في المزيد ان شاء الله، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في حصة جديدة. اليوم غنشوفوا شوسون أو بولي، يعني غنشوفوا شوسون ديال الدجاج. تابعونا. لي زانغريديون بور وي باك غنشوفوا المقادير ل8 أشخاص. غادي نحتاجو 400 غرام د لافارين، 300 غرام ديال لا مارغارين، 20 سنتيلتر ديال الماء، 600 غرام ديال الدجاج، خمسمية غرام ديال البصلة، 200 غرام ديال الزيتون الخضر، وغادي نحتاجو 2 بيضات. تكنيك دو بريباراسيون نشوفو طريقة التحضير. أول مرحلة غادي نصوبو لاباط في يدي. أعزائي الكرام، باش ما يجيناش الفيديو طويل حاولنا نسرعوه هاد لاباط في يدي، وديجا غادي تلقاوها في صندوق الوصف، غتلقاو الرابط تما يعني لو ليان. اللي بغا يتبع المراحل اللي قطعناها باش وجدنا لاباط في يدي، من الأحسن يدوز للفيديو الآخر حتى يشوف لاباط في يدي مزيان، عاد يمكنلو يدوز يكمل معنا هاد الطبق ديال الشوسون ديال الدجاج. من بعد ما سالينا من المرحله الاولى اللي هي لاباط فيوتي، غندوزو للمرحله الثانيه اللي هي التحضير ديال الحشوه اللي غادي نعمرو بها لي شوسون. كما تلاحظوا كنقطعوا الدجاج ديالنا اون نيمانسي يعني الصبيعات، ومن بعد كنقطعوه اون بتي دي، من بعد كنقطعوه لقطع صغيره كما تلاحظوا. غادي ندوزو البصله ديالنا. البصله غادي نسيزليوها، لي زونيون يعني كنضربوها عموديا ومن بعد كنضربوها افقيا، ومن بعد عاد كنبقاو نتبعوا الموس ديالنا نحصلوا على قطع رقيقه من البصل. راه ديجا شفناها في فيديوهات سابقه. كنقبطوا واحد الطنجره تنديروا فيها شويه الزبده وشويه الزيت على ما كيسخنوا مزيان، وعاد ديك الساعات كنديروا البصله ديالنا كنخليوها تشحر واحد شويه. على ما كطيح داك البصله ديالنا واحد شويه كنزيدو الدجاج ديالنا اللي قطعنا، وكنخليو داك الدجاج ديالنا كيطيب مع داك البصيله. ملي تيطيب الدجاج ديالنا كما تلاحظوا كنزيدوا عليه الزيتون، كنقطعوهم اون سلايس يعني كنقطعوهم لدوائر رقيقه. وكنفيني بشويه ديال المعدنوس هاشي، واخيرا كناسيزونيو يعني كنتبلو بشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. وهكذا كنكونوا حصلنا على الحشوه. لا فارس اي بريت، هي الحشوه واجده كما تلاحظوا.
من بعد ما كنوجدوا الحشوه ديالنا كنقبطوا لاباط فيتي ديالنا كنطلقوها طولا وعرضا حتى كيبقى 1 سنتيمتر ديال السمك. كنقبطوا واحد الديسك ولا واحد الامبورت بيس كيما هكذايا. اللي ما عندوش هذا يدير زلافه عاديه ما عندناش مشكله. ومن بعد ما كنحصلوا على ديك لي ديسك كنقبطوا كنعمروهم بلا فاس ماشي في الوسط، كنديروا على واحد الجانب باش كنلقاو كنديروا نطويو في الجانب الثاني. كنقبطوا كنسوديو كتسمى السوديه هي كما كتلاحظوا دابا. وكنديروها في الثلاجه لمده 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ماشي مشكل. من بعد ما كنخرجوا من الثلاجه كندهنوا باصفار البيض وكنديروا شي رسومات عليه بالطريقه اللي بغيتو. درنا رسومات على شكل ورقه كما كتلاحظوا، ممكن ديروا اي شكل اللي بغيتو نتوما باش ملي كيطيب كيعطي داك الشكل. كنحطوا واحد الكيردون وكنتقبوهم مع الجنب ولا من الفوق، كنديروا دي شوميني يعني مدخانات باش ما يطبقناش في الفران. كندخلوا الفران وكنخليوه يطيب على درجه 200 درجه. وهذا الشكل النهائي ديالو من بعد ما طاب كما كتلاحظوا الشكل رائع جدا، وداك شكل الورقه كما تلاحظوا شي حاجه زوينه. وهذا هو لو دريساج. قبطنا واحد لاصيت درنا فيها الخس ودرنا لي شوسون فوق منها. فوالا كتشوفوا الشكل كيفاش داير. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الحصه. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس. ما تنساوش تبارطاجيو القناه مع الاهل ديالكم والاقارب ديالكم والاصحاب ديالكم لتعم الفائده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.